حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض بسكوت اليانسون بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه وحلوه جدا للمبتدئين. مش هتعجني، مش هتتعبي، مكوناته اقتصاديه جدا ومتوفره كلها في كل بيت. معايا عدد 4 بيض كده، نزلت في الخلاط آه، ب4 بيضات بالشكل ده. احلى حاجه فيه برضو ان انا مش هعجن، هعمله في شفشق الخلاط كله. طبعا طالما بيض يبقى لازم على طول كده ورا البيض فانيليا. نزلت بكيسين من الفانيليا، نزلت بمعلقة كبيرة من الخل، ربع معلقة ملح، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من السمنة. السمنة كانت بقري، طعمها كان حلو قوي في البسكوت، عطشة على فلاحي كده حلوة قوي. نص كوباية، كوباية الا ربع من السكر، كان سكره مظبوط جدا. لو بتحبي السكر زيادة حطي كوباية كاملة، انا حطيت كوباية الا ربع كده زي ما شفنا. اخدت المكونات دي وضربتها كويس جدا في الخلاط. معايا بقى دلوقتي في بولة كده 3 كوبايات من الدقيق. هنزل على الدقيق بكيس باكنج باودر او كيك شيف، ده او ده. نزلت بمعلقتين من اليانسون. هبتدي بقى ان انا اقلب او اخلط المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده هنزل بالمواد السايلة اللي انا ضربتها في الخلاط. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، ما تنسونيش بقى في اللايك. اوعوا تكونوا قاعدين وناسين اللايك، انا شايفاكم. هقلب بقى. احلى حاجة ان البسكوت ده مش بعجن فيه خالص، يعني انا بالمعلقة قلبته وخليت الدقيق يشرب كده من المواد السائلة اللي انا ضربتها في الخلاط، اللي هو بقى البيض والزيت والسمنة والحاجات دي والخل وكده. طريقته حلوة قوي، سهل اقتصادي، مكوناته حلوة. جنب كوباية شاي، كوباية شاي بحليب في البرد ده، في الفطار في العشاء. طبعا ناس كتير بتزهق من الجبنة من البيض من الفول، بتبقى عايزة حاجة زي دي. في ناس اللي هم عشاق الشاي بلبن أو الشاي كده الصبح، لما بيصحوا بياخدوا بسكوتاية كده مع كوباية شاي، بيبقى فطار حلو قوي وخفيف. دلوقتي دهنت الصينية بتاعتي سمنة ودهنتها دقيق، رشيت فوقها رشة من الدقيق، وفردت الدقيق كده بالسمنة بإيدي بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا انزل بالعجينة بتاعتي، عجينة البسكوت. وهو ده بيبقى ايه يعني ايه، ده بيبقى السمك بتاع العجينة، اللي هو بيبقى اتقل من عجينة الكيكة كده شوية زي ما احنا شايفين. جبت طبعا ظهر معلقة كده او سكينة وسويت الصينية بالشكل ده. دخلتها الفرن على درجة حرارة 170. بعد كده خرجتها. هقلبها كده او هنزلها كده معاكم من الصينية. بصي اللون، بصي بقى الفراغات او اللي هو الثقب اللي بيبقى كده، الفراغات دي دليل ان البسكوت نجح جدا معايا. وفي طراوة حلو جدا، اللي هو مش مكتوم، لا ده خفيف وجميل يا جماعة. طعمه خطير للناس اللي بتحب اليانسون. طبعا اليانسون مفيد جدا. خلاص استنيت عليه اهم حاجه لما يبرد، وبعد كده ايه، هبتدي ان انا اقطعه عشان طبعا ما يتفرفتش مني او يتهرى مني. طبعا بقى التقطيعه اللي انت حباها. انا قطعته كده اي تقطيعه تحبيها، وما تصغريش عن كده علشان ما يتهريش منك وانت بتقطعيه، او انت طبعا بتنقليه. هناخده دلوقتي ندخله الفرن نديه لون تاني. هبتدي ارصه بقى في صاج او في صينيه، وهدخله الفرن بحيث ان ايه، ينشف كده معايا واديله طبعا لون تاني. طعمه كان في منتهى الجمال. ريحته بقى عايزه اقولك ان ريحه البيت في منتهى الروعه. ريحه اليانسون بقى كده في الخبيث حلوه قوي. رصيته كده ودخلته الفرن، فرن عادي مش شوايه. هتدخليه الفرن ايه 8 دقايق 7 دقايق، وهتشوفي لون القمر دلوقتي كده. بصي بقى اللون الجميل اللي خده، بجد تحفة يا جماعة، خطير، طعمه حلو قوي قوي قوي. بجد لازم تجربيه ولازم تعمليه، هيعجبك قوي. اقتصادي سهل مش متعب خالص. وده كان الشكل النهائي كده ليه. يلا بقى اعملي البسكوت واعملي شاي او شاي بلبن، طعمه خطير. بصي بقى الهشاشة وخفيف جدا جدا جدا، سواء بقى في اكله في طعمه في شكله في كل حاجة. عايزة اوريكي قد ايه ان هو مقرمش. بصي بقى البسكوتة كده، والله لو كان ينفع ان انا اسمعك صوت القرمشة او الخرفشة كنت سمعتك. هكسر بسكوتية معاكم. بصي كده، بصي
قطمت إزاي معايا، ناشف وحلو أوي يا جماعة. باحبكم في الله أحلى أخوات، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.